قال الأستاذ محمد باقر السجودي الذي هداه الله للعودة إلى مذهب أهل السنة في كتابه لماذا لم يذكر اسم علي في القرآن؟ مرة أخرى نؤكد على هذه الحقيقة الناصعة، وهي أن عليا والإمامة لم يرد لهما أي ذكر في كتاب الله، ولم تتعرض نصوص القرآن لموضوعها لا تصريحا ولا تلميحا. ولهذا فإن الشيعة وجدوا ضالتهم في السنة النبوية، فادعوا أمام الملأ وبدون أي خجل أو تردد بأن هناك الآلاف من الأحاديث التي نصت على إمامة علي عليه السلام وأولاده من بعده. وإمعانا في الضلال والتلبيس على الأمة فإنهم افتروا من الأحاديث المكذوبة والأقوال الضعيفة الشيء الكثير، حتى زعموا أن عليا له من المنزلة والمكانة ما لا يدانيه فيها سيدنا إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، بل زعموا أن الإمام علي عليه السلام التقي النقي أفضل من موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام.